أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية اللي عاش 56 سنة كلها حروب، قتل فيها ما يقرب من 70 مليون شخص واحتل 11 دولة. وهل يخفى القمر؟ قبل ما اكلمك عن حروبه عايزك تعرف جانب خفي من حياة هتلر. هتلر كان شاب هادي بيحب الرسم لدرجة انه سافر فيينا سنة 1907 علشان يقدم في أكاديمية الفنون مرتين، وفي كل مرة كان بيتقدم فيها كان بيترفض علشان يتحول من شخص مسالم أكله المفضل هو الأكل النباتي لمجرم حرب. وأول حروبه كانت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 اللي اتطوع لها وأخد وسامين للشجاعة فيها علشان يظهر علينا بعد كده هتلر بشكله الثابت في ذهننا بشنبه المميز، اللي بالمناسبة ما كانش قصير كده طول عمره أبدا. حكاية شنبه القصير بدأت وهو جندي في الحرب العالمية الأولى لما أمروا قائد الوحدة إنه يقص شنبه الطويل علشان يقدر يلبس القناع الواقي من الغازات السامة، ومن وقتها وهو قصه بالشكل ده، وده اعتزازا منه بفترة خدمته مع الجيش الألماني. بعد الحرب العالمية الأولى بدأ هتلر في تأسيس أعمدة الحزب النازي، وتوسعت شعبيتهم لحد ما جت سنة 1933، وقدر هو وحزبه ينجحوا في الانتخابات علشان تبقى أول خطوة لوصوله للسلطة، وأصبح هو حاكم البلد وبدأ تغيير شكل ألمانيا تماما، وده بفرض ديكتاتوريته اللي وصلت إنه قسم البلد لألمان ويهود ومنع حتى الجواز بينهم. تحس إنه كان عايز يقطع السلالة تماما، وبمنهجية بدأ إبادة اليهود في معسكراته اللي وصل عددها وقتها ل40 ألف معسكر. لكن الحقيقة رغم جنون هتلر إلا إنه عمل نقلة كبيرة في الاقتصاد الألماني، وده كان بمساعدة قيصر الاقتصاد الألماني ورئيس البنك المركزي الألماني هيلمز، اللي كان دراع هتلر اليمين وساعده بذكاء في إنه يوقف التضخم اللي كان بيخلص على الاقتصاد الألماني في الوقت ده، وساعده في تسليح الجيش وإعادة بنائه من غير ما ياخد قرض واحد من الخارج. الحقيقة إن هيلمز شاحت لعب لعبة ما تطلعش إلا من رجل اقتصادي مخضرم. أقنع هتلر إنهم يعملوا شركة وهمية سماها ميفو علشان تطلب من الشعب فلوس، وقصاد الفلوس دي ياخد الشعب سندات واللي بتعطيهم فايدة كبيرة جدا على فلوسهم. وفعلا الخطة نجحت ولموا 12 مليار مارك علشان يبدأ هتلر في تسليح جيشه من غير ما يلفت الأنظار ليه بالاقتراض الخارجي. كده لسنة 1936 الأمور كانت ماشية تمام جدا، الاقتصاد الألماني بينتعش والجيش بيقوى، ولكن طموح هتلر ما كانش جوه حدود ألمانيا بس. الحقيقة إن طموحه هو كان غزو العالم، ولأن هيلمز ما كانش موافق هتلر في أحلامه دي فقام هتلر بعزله، ومن بعدها رجع الاقتصاد الألماني في الانهيار من جديد. ورغم كده بدأ هتلر في تنفيذ خطته في مارس 1938 لما أمر قواته بغزو النمسا، وبدون ما يضرب رصاصة واحدة سيطر عليها، ومن بعدها تشيكوسلوفاكيا اللي أعطاها له علشان يسكتوه عن غزو باقي أوروبا. لكن بعدها بشهور جن جنون هتلر وطمع في بولندا، ولأن بولندا كانت على حدود الاتحاد السوفيتي كان لازم هتلر يعمل معاهدة معاهم، وبالفعل حصل في سبتمبر سنة 1939، ودخل هتلر بولندا وقسمها بينه وبين الاتحاد السوفيتي. فين بقى بريطانيا وفرنسا من ده كله؟ الحقيقة ان بعد شهر واحد من دخول هتلر لبولندا بدأ يكون ليهم دور، واول الشرارة كانت من جهة فرنسا في هجوم، اما بريطانيا فبدأت بمنشورات خفيفة كده بتطالب هتلر بالتراجع، لكن هتلر رفض، فبعتت بريطانيا لفرنسا 200 ألف جندي من جنودها اللي وقفوا على حدود ألمانيا علشان تبدأ الحرب فعليا في ابريل سنة 1940، بعد ما هتلر عمل نفسه مش شايف كل اللي بيحصل ده وقرر دخول الدنمارك والنرويج، وفعلا نجح في ده بسبب تفوقه الجوي، علشان من بعدها يدخل هولندا وبلجيكا، وبيكون على بضع خطوات بسيطة من دخول فرنسا. وهنا بتظهر ايطاليا اللي بتتحالف مع المانيا او بتتحالف مع هتلر، وبيجبروا فرنسا على توقيع معاهدة سلام وبتقع تحت سيطرتهم. بيتحرك بعد كده هتلر لمنطقة البلقان علشان يدخل اليونان سنة 1941، وبيبقى قدامه الحلم الأكبر وهو غزو الاتحاد السوفيتي. أيوة الاتحاد السوفيتي اللي هتلر كان حبيبهم من شوية، ولكنها الحرب يا صديقي، وكانت أحلام هتلر هو السيطرة على العالم كله. جمع هتلر 3 مليون جندي وبدأ يدخل دول الاتحاد في أكبر غزو بري في التاريخ، ونجح لحد ما وصل لموسكو. لكن ساعتها كان جه فصل الشتاء، وكلنا عارفين إن موسكو بتبقى باردة جدا في الشتاء، فهنا الجنود الألمان
ما استحملوش الجو البارد ده، وبدأت دول الاتحاد في هجوم مضاد على هتلر وجنوده في نفس الوقت اللي أعلنت أمريكا دخولها الحرب مع دول الحلفاء. ودي كانت النقطة الفاصلة اللي قلبت الموازين، لأن بدخول أمريكا الحرب ساعدت دول الحلفاء في استرجاع فرنسا وبولندا، ومن بعدها محاصرة برلين سنة 1945 واستسلام ألمانيا لدول الحلفاء علشان تنتهي الحرب برمي أمريكا قنبلتين ذريتين على 2 من مدن اليابان اللي هم هيروشيما وناجازاكي. الحقيقة إن نهاية هتلر كانت بتعكس صورة عن جبروته. في مخبأه قرر الانتحار، وده لأنه كان خايف إن جنود الحلفاء يأسروه حي بعد ما حاصروا برلين. وقبل الانتحار أمر جنوده بحرق جثته خوفا من التمثيل بيها. الحقيقة إن هتلر بجنونه وصل العالم لحافة الهاوية حرفيا، ولكن إلى يومنا هذا مازال فيه اللي معجب بيه. فتفتكر لو كان هتلر نجح في مخططه فعلا كان التاريخ ذكره بالقائد الطموح؟ لحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، تدعمونا باعجاب على الفيديو. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه.